أهلا أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار المريع جدا. طبعا أعزائي المتابعين أنا مقلتش تأليف جديد من العيار التقيل المرة دي، لأن الأغنية الحزينة دي من العيار المريع جدا، مش من العيار التقيل بس، لأ، دي من العيار المريع جدا. الأغنية الحزينة دي يا أعزائي المتابعين بعنوان ماسك في الفراق. الأغنية الحزينة دي يا أعزائي المتابعين أنا كتبتها يوم 15 أغسطس، يعني في نص شهر 8، بس أنا أجلت إصدارها لأني أنا كنت في سفرية، وبعد ما رجعت من السفر جه الوقت إن إحنا نصدر التأليفات الجديدة. أنا كنت وعدتكم بتأليف 8 أغاني حزينة، وأصدرت منهم 2 أو 3، وقلتلكم الباقي هيتم إصداره قريب، بس اتأجل. وجه الوقت إن إحنا نبدأ في إصدار بقية الأغاني الحزينة دي. هقرألكم حتة كده من الكلمات بتاعت الأغنية الحزينة دي. في الماضي بفتكرك وما قدرتش أبعد عنك، بفتكر كلامنا ومتعتنا وبقول نفسي أرجع لك، بس الحكاية خلصت، كل شيء فيها انتهى، وأي قصة لازم تخلص زي ما بدأت، وزي ما بدأت انتهت. ماسك في الفراق واتمنى ارجع واكون معاك، انا قلبي ليك مشتاق، ويا سلام يا سلام لو نرجع لبعض. بقلب في الاوراق لقيت صورة بذكرى الفراق، صورة كنت انا فيها معاك ومعايا، وانت اغلى شيء في حياتي. طبعا يا اعزائي المتابعين الاغنية الحزينة دي بتتكلم عن الفراق بعد الحب. ان انت يعني انت مثلا شخص حبيت واحدة، فالأغنية الحزينة دي يعني انت حبيت واحدة مثلا، الشخصية اللي انت حبيتها دي للأسف اتخلت عنك وسابتك وحصل ما بينكم فراق. فطبعا بتكون لحظات حزينة جدا ساعتها، فأكيد يعني اللحظات الحزينة دي ما بيلقش عليها غير أغنية حزينة زي كده. والأغنية الحزينة دي يا أعزائي المتابعين هتعجبكم إن شاء الله جدا جدا جدا. وطبعا يا أعزائي المتابعين تهنئة، إحنا وصلنا ل160 مشترك. وطبعا يا أعزائي المتابعين أنا نفسي أوصل ل1,000,000 مشترك، فياريت تدعموا القناة. وبالمناسبة قبل ما أخلص الفيديو ده أنا عايز أقول لكم إن في حاجة أنا بخطط أعملها في القناة في البلاي ليست، هي إني أعمل بلاي ليست تجميعة كده لكل الأغاني الحزينة اللي تم تأليفها من أول ما القناة اتعملت، وكل تأليفات القصص اللي تم إصدارها برضو لما القناة اتعملت، تجميعة هنا في البلاي ليست عشان توفر عليكم يا أعزائي المتابعين بدل البحث. أشوفكم بقى في فيديو جديد يا أعزائي المتابعين، سلام.